السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم منوعات ايمي، وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بقى معايا فيديو سهل جدا جدا. بمكونات بسيطة. هنعمل مع بعض بقى شاورما الفراخ. طريقة سهلة جدا وبسيطة. مش هتاخد منك وقفة كتير في المطبخ. بس قبل بقى ما نبدأ الفيديو، لو لسه ما اشتركتيش في القناة فضلا وليس امرا اشتركي في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. معايا بقى هنا كده اول حاجة نص كيلو من البانيه. يعني شطفاه كويس. وبعد كده هجيب بقى اي حاجة هتقطعي عليها، انا هجيب البلانشة اقطع عليها. هقطع بقى كده بالورب شاورما. هقطعه شاورما. هقطعه كده هحاول يعني اقطعه كله سوا واحد يعني. كده خلاص بقى خلصت كده كل الكمية اللي معايا. هجيب بقى البولة اللي هعمل فيها او العلبة. انا هعمل فيها علبة بلاستيك. هجيب بقى هنا معايا ليمونة كبيرة. هعصرها كده كلها. هبتدي بقى ايه اعمل التوابل بتاعتها. هتبلها واسيبها في التتبيلة تقعد يعني حوالي ساعتين كده في التتبيلة. ليمونة كبيرة. وهحط بقى عليها معلقة من الملح. معلقة كده من الملح ومعلقة من الفلفل الاسود. ومعلقة من البابريكا. كله بمعلقة الشاي كده. ومعلقة كده من البهارات. وهحط برضو معلقة كده من دبس الرمان. هو بصراحة يعني دبس الرمان بيديها كده مزازة حلوة. وبعد كده بقى معايا كده كوباية زبادي بلدي. هي الصغيرة. الكوباية الصغيرة. هقلب بقى كويس جدا. هقلب كده بقى كل المكونات مع بعض.
وبعد كده بقى هضيف البانيه معايا اللي انا قطعته. هحط بقى الشاورما واتبلها كويس جدا في التتبيله دي، واقعدها يعني متقلش عن ساعتين تشرب بس كده من التتبيله. معايا بقى هنا كده قعدت معايا بقى يعني حوالي ساعتين كده في التتبيله. هجيب بقى كده طاسه، هحط فيها معلقتين من الزيت يسخنوا بس كده شويه، وهنزل بقى عليهم بالشاورما معايا. بس هخلي بقى النار عاليه شويه عشان خاطر الشاورما ما تنزلش الميه بتاعتها كلها. هخليها بس كده تاخد صدمه الاول. كده خلاص بقى شربت كده كل المية بتاعة الشاورما، واخدت اللون برضو المناسب. انا بقى هنا مقطعة معايا فلفل الوان وفلفل اخضر والبصل. هحط كده الفلفل على جنب عشان هنزل بالبصل الاول. هقطع كده بصلاية يعني متوسطة، هقطعها كده.
كده خلاص. انا مش هضيف لها اي حاجه من التوابل الا حبه كركم بس، هيدوها لون بس كده حلو يعني. هي كده كده متبله، فمش هضيف لها اي حاجه تانية. هنزل بقى بالبصل عليها واديها برضو كده تقلبتين، واسيب البصل كده شويه معاها. هيدبل بس كده البصل يعني معايا، هغطيها بس يدبل البصل معايا، وبعد كده هنزل بقى بالفلفل اخر حاجه. هي مش هتاخد وقت خالص، هي كده يعتبر خلصت خلاص. كده البصل دبل معايا. هنزل بقى بالفلفل الالوان والفلفل الاخضر مع بعض، هديهم برضو كده تقلبتين، وهغطي عليهم برضو يعني لمدة 5 دقايق بالظبط. وبعد كده خلاص، هي كده خلاص جهزت معايا بجد والله. ريحتها جميلة جدا وطعمها حلو جدا. لو عجبك الفيديو متنسانيش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. كان معاكم منوعات ايمي، اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.